في استاد القاهره، الاستاد متقفل، وحسين ياسر محمدي بيلعب اول ماتش للزمالك قدام الاهلي. وحسين ياسر في الماتش ده عمل ماتش مش طبيعي. تحس كان حسين ياسر بيقول انتوا مش عارفين انتوا فاتكوا ايه. ايه قصه حسين ياسر محمدي؟ حسين ياسر محمدي كان موجود في الاهلي سنه 2008 في الجيل الذهبي، ما خدش فرصته، ما عرفش يشارك. ساعتها كلمه كابتن حسام حسن وقتها كان مدرب الزمالك سنه 2009، اتكلم مع الاهلي قال لهم انا عايز امشي. طبعا الاهلي نادي مش غبي، هنمشيك بس هتمشي على بره. بس هنا قال لهم لا، انا عايز فسخ عقد بدون اي شروط. وفعلا فسخ عقده، استغنى عن مستحقاته اللي فاضله ومضى للزمالك. والاهلي ساعتها عرف ان هو عامل غلطه كبيره انه يسيب لاعب زي ده بشكل فري لنادي الزمالك. طبعا ده اصلا ما كانش جامد، ما كناش فريق جامد، ما كناش سكواد، كنا عندنا شيكابالا حرفيا و10 لعيبه بس. ولكن احنا في اوقات كتير قوي قدام الجيل الذهبي بتاع الاهلي كنا بنقدر ننافس في ماتشات الديربي، كنا بنعمل ماتشات حلوه. اللي عمل الفارق للزمالك قدام الاهلي وخلانا اصلا قادرين ننافس وقادرين نعمل ماتشات وما ننزلش نخسر 3-0 و4-0، لان كان في الفروقات الفنيه كانت كبيره. كان من اسباب الفرق ده كان حسين ياسر محمدي، لاعب ممتع، كان بيعمل حاجات في الماتش مش طبيعيه.